هاد السفة هادي عندي معاها ذكريات زوينة. فين ما كنطيبها كنتفكر الايامات اللي كنت باقا فيهم بلا زواج، وكنت مجموعه مع خواتاتي، باقا حتى شي وحده فينا ما مزوجه. وفين ما كتقدم ماما السفه كيبداو غيطلبوا فيا خواتاتي: نوضي صايبي لينا، نوضي طيبي لينا السفه المسقيه. وكنت كنوض وكنصاوبها عليهم. واليوم ملي بغيت نطيبها تفكرت الذكريات القديمه، قلت علاش اللي ما نشاركهاش معاكم. نوضي اختي انت اللي عندك السفه وغير طريف ديال الدجاج جربيها، ورحمي لي اختي الوالدين على المذاق اللي فيها. اختي راه كناخذ كوكوط كندير فيه قياس ديال الدجاج اللي غادي يكفيني. هنا راه كناكل غير انا وبنتي. قيله مشلضه، جوج ريوس ديال الثومه، خرقوم، سكينجبير، تحميره، وراس المعلقه ديال القرفه. كندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت. كنشحر هادشي هو الاول، عاد كنزيد هنايا قبيطه ديال القزبر المعدنوس، يكون القزبر فيها غالب. هاد المرحله كنزيد الزبيب، الا عندك السمن ديريه، ما عندكش انا درت غير كنوره ديال السمن حيتاش تقاد عليا السمن. فهاد السفه البنات راه كندير فيها حتى الحمص مرطب، ولكن اليوم راه ما كانش عندي الحمص ما درتوش. صافي كنروي وكنسد على الكوكوط ونخليها طيب على خطرها حتى هذاك الروا ما يبقاش جاري ميه، خاصو يتعلك. بالنسبه للسفه اختي غنشارك معك انا واحد الطريقه ديال الطياب ديالها اللي غطيب لك غير في جوج تفويرات. في المره الاولى راه كندير لها غير الزيت، كنبسبسها مزيان ونلبس هذاك الزيت مزيان، وكنديرها في الكسكاس ونخليها تفور تقريبا 25 دقيقه ولا 30 دقيقه. عاد كنحيدها وكنخوي عليها هذاك الماء اللي في البرمه، وكنخليها كنخوي على السفه وهي في الكسكاس حتى تسقطر مزيان. عاد نديرها في القصريه ونعاود نرشها تاني بميها بارده ونخليها تشرب مزيان. هذه هي التفويره الثانيه. صافي البنات كنديرها في الكسكاس وكنرجعها تفور، وهي كتفور في الكسكاس انا راه دايره هنا، راه تقطع ليا الفيديو، دايره كاس فيه الملح والماء. هي كتفور وانايا كنهز في داك الماء وكنرشها في الكسكاس وهو كيطلع. صافي البنات راه هي طابت دابا، ما غدرت ليها لا تالته لا حتى حاجه. شوفوا الروا البنات، راه هذاك هو القوام ديالو كي خاصو يجي، ما خصوش يجي جاري، خصو يجي هكاك معلك. وكنسكيها وبصحه وراحه.